شيخ احمد، اتفضلي يا ست ام محمود. كانت في واحده كانت قايله على سؤال. اتفضلي. ست كبيره في السن. تمام. ستك ولا ست كبيره في السن؟ لا، ست كبيره. تمام. وعندها 4 اولاد. تمام. الولد الكبير يعني ايه جاي عليها شويه ومفتري شويه. تمام. خد منها كردان، اللي هو زي في يعني ايه الوقت اللي احنا كردان؟ فيه. عشان بس الساده المشاهدين يبقوا عارفين يعني ايه كردان. مش كل الناس عايشه في ارياف. ايوه. يعني ايه كردان؟ كردان دي يعني حاجه زي نظام السلسله بتاعتنا احنا دلوقتي ده، بس حاجه كبيره وحاجه جامده. يعني قصدي كردان قطع من الذهب زي السلسله ايوه. او شبيهه للسلسله بس ذهب. حاجه جامده يعني. تمام. حاجه كبيره. تمام. وخدوا منها. فتقول له خدوا منها سرقوا منها ولا خدوا منها عن طيب لا، خاطر؟ ياخدوه دي مصلحه ودوه وجابوه له. يعني هيبيعوا ولا هيشيلوا؟ لا، هياخدوا يبيعوا وهيجيب لها غيره. ويجيب لها غيره. تمام. يا ابني هات الكردان، يقول لها انا اديتهولك يا ابني، انا اصلا مزاج زي اخواتك مع بعضكم عشان مبقاش حرام عليا. يقول لها انا اديتهولك. ومراته تقول له ده ادالك، شوف انت اديتيه لمين، شوف انت خدتيه واديتيه لمين. وهي تعيط وتقول انا ما خدتوش، انا ما مسكتوش بايدي. يقول انا خدته، وهي تقول له دي خدته، شوف انت وديتيه فين. تمام. فهي كده مش عارفه تعمل معاه حل ايه وتتعامل معاه ازاي، تاخده منه كيف. هو ما جابولهاش ويقول لها انا جبته، ومراته مصدقه كلامه وتقول لك لا ده هو جابولك، شوف انت عطيتيه لمين. مراته مش مصدقه كلامه، مراته بتسند كلامه في الباطل. ايوه. يبقى اللي انا فهمته من صيغه السؤال يا ست ام محمود ان هي ست عندها كردان من الذهب، يعني زي السلسله بتوع زمان، كان ايام ما شاء الله كلها بركه ورحمه. ده اللي هو الزيتونه دي حاجه زمان كده. فاللي هو زي السلسله او حاجه قطع من الذهب، بيبقى هي مقدارها ممكن 10 جرام 12 جرام، بيبقى مقدارها يعني تعمل فلوس. يعني ما شاء الله لو بس الذهب ب 5000 جنيه وهي 12 جرام بيبقى عامله 60000 جنيه، وان زاد السعر او زاد الوزن بيزيد. فهو ابنها استلف منها القطعه من الذهب دي على اساس ان هو هيدي بمصلحه او هيشيلوه لها، كلاهما واحد. وبعد كده جاي بيقول ان هي خديته وهي ما خدتوش. فهو هنا زوجته بتسنده في الباطل او بتسنده في الحرام، ان هو خد وهو لم ايه. ايوه. ان هي خدتها وهي ما خدتوش. ايوه. يبقى كله بيساند في الايه؟ الباطل. كله بيساند في الباطل. هنقول هنا اولا الحكم الشرعي ايه، ثانيا هنقول هي المفترض تعمل ايه. ومراته اصلا وحشه فيها، بتعاملها معامله وحشه. يعني كمان مراته بتعاملها معامله سيئه. أيوة. ما هو لازم اللي ما عندوش دين بيبقى ما عندوش دين في كل حاجه، مش في حاجه وحاجه. واخد قبضه. انت قصدك بقى على السؤال ده تكمله للسؤال اللي فات، اللي الناس اصلا بتبعت لنا اسئله ونجاوب عليها. بالظبط. ما شاء الله انت بقيتي مشهوره جدا يا ست ام محمود. قبل ما اجاوب على السؤال، انت بقيتي مشهوره جدا، ناس كتير جدا وانا ماشيه، وربنا يبارك في ست ام محمود وربنا يبارك فيك يا شيخ. وما شاء الله الاسئله بقت بتوصل لاماكن حوالينا كتيره جدا. ربنا يا رب ينفع بينا ويتقبل يا رب. قولي امين يا ست ام محمود. امين. صوت عالي يا ست ام محمود. امين يا شيخ احمد. طيب اولا هنا هو حكم السارق. ان هو سرق. حكمه هنا حكم السارق، حكمه كحكم من أكل أموال الناس ظلما. واللي بيسرق مال غيره له ذنب كبير جدا ان هو سرق مال ايه؟ مال غيره. انما في هذه المسألة يختلف الأمر إلى أمر أكبر وأشد وأصعب. إزاي يا ست أم محمود؟ أولا هنا بيدخل على أولاده حرام، أولاده
ثالثا بيطعم الأسرة من حرام، الأسرة كلها تبقى أسرة فاسدة. يبقى ده حرام وسيعذب وسيحاسب عن هذا أمام الله. والمشكلة الأكبر أو الطمة الأكبر إنه ظالما لأمه. المشكلة الأكبر إنه ظالما لأمه. والبلوى هنا بلوتين مش بلوى واحدة، والذنب هنا ذنبين مش ذنب واحد. يبقى هنا ظلمها وعقها. يعني لما يجي يوم القيامة هيتحاسب عن حاجتين. الحاجة الأولى إن هو خد مال بدون وجه حق. والأم دي لما تموت، أنت بتقولي إن هو معاها كام من الأولاد؟ معاها 4. 4. الأم دي لما تموت وهو لسه المال معاه مش هيقسم على إخواته، هيجي يوم القيامة إخواته ال4 أو إخواته ال3 وهو الرابع هيحاسبوه عن هذا المال أمام الله سبحانه وتعالى. والطمة الكبرى والمشكلة الأكبر والمصيبة الأكبر إنه هيجي يوم القيامة عاق والديه. وعاق والديه لن يدخل الجنة إلا بعد أن يقضي الله ما عليه من العقوق. لازم كده يقف وسيحاسب عن العقوق. الآية دي بالذات ينطبق عليها قول الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو كده سارق، هو كده سرق، هو كده عاقل أمه، هو كده كما تدين تدان. يوم القيامة سيحاسب على هذا المال أولا في الدنيا، وسيحاسب عن هذا المال في الآخرة، وسيحاسب عن هذا المال أمام الله، ويأتي يوم القيامة عاقا لأمه. وطبعا هو ظلم أمه، فأكيد أمه بتدعي عليه، صح ولا لا؟ صح. أمه بتدعي عليه، والدعوة ستجاب وإن طال العمر. وسيشرب من نفس الكأس، سيأتي في يوم من الأيام ويفعل معه ابنه، هيعمل معاه زي ما هو عمل في أمه. فكما تدين تدان. ما رأينا عاقا لوالديه طريق منور. لازم الطريق يبقى فيه ظلام، ولازم الطريق يبقى فيه بلك على دماغه ودماغ اللي ساعده. يبقى دي الحكم الفقهي، ان هو عاق، وان هو مختلس مال امه او سارق مال امه. طب هي تعمل بقى ايه هنا؟ تذهب الى اهل الفضل والمشوره من قرايبه، اللي يقدر يسيطر عليه، اللي يقدر يحكم عليه، اللي هيقدر يلزم ان هو يجيب الحاجه اللي عليه. واحنا في ايام الحلال بينفع بالعافيه، فما بالنا بمن يأكل حراما، فما بالنا بمن يغوص في الحرام. سيحاسب وسيقف وسيسأل وهيندم في وقت مش هينفع فيه الندم. وزي ما أحد السيادة المشايخ بيقول: راجل مات وسايب مليارات. شيخ بيقول لهم: ابنه جامع لابوكوا. ابنه الكبير قال له: يا عم الشيخ لو هو عايز يبني كان بنى، مش هنبني لحد حاجه. ما هو لو عايز يبني كان بنى، هو ما بناش ليه؟ وحد قال له ما تبنيش، ما كان بنى هو على قيد الحياه. فاللي هو بيجيب مال من حرام، عياله ما بيبقاش فيهم خير ابدا، لابوهم لا وهو عايش ولا بعد ما يموت. تمام يا ست ام محمود؟ أسأل الله أن يبارك فيك، وأن يجعل هذه الأعمال وهذه الأسئلة في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه.